الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعين الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكوا لحد عندكم كل جديد بقدمه. يلا النهارده نعمل مع بعض فيديو سهل جدا وبسيط ومش هياخد معانا وقت. النهارده هنعمل مع بعض الكبد والقوانص بطريقه مختلفه وسهله جدا، مش هتاخد معايا اي وقت خالص والنتيجه هتطلع ممتازه. يلا على بركه الله نقول المكونات بتاعتنا. عندنا هنا الكبد والقوانص، غسلناها كويس جدا بالملح والخل والليمون لغايه ما بقت بالشكل ده، ومقطعاها حتت صغيره. عندنا هنا فلفل اخضر، ممكن تستخدمي معاها الوان، ليمونه، بصل مقطع جوانح، فلفل حامي بس مش حامي قوي زي ده، النوع ده بيبقى مش حامي يعني بيبقى متوسط، ممكن كمان تحط قرن حامي عليهم. توم مدقوق بالشكل ده بالتوابل. عندنا هنا عصير طماطم. التوابل بتاعتي سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. عندي هنا ملح، فلفل اسود، مكعب مرق اختياري، سنه صغيره من الشطه، توابل مشكله، وفلفل اسود. هنعمل جنب الكبده شويه بطاطس محمرين ونحط عليهم تتبيله روعه. دي كل المكونات. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان نشوف احنا هنعمل الكبده ازاي. كل حبايبي ومتابعيني واللي لسه كمان هيتابعني ربنا ما يحرمنيش منكم، انا جيت على البوتاجاز حطيت حله فيها ميه، حطيت فيها سنه توابل صغيره، ورقه لوري، وكمان هحط عليها شويه صغيرين من الخل، هتمنع الزفاره خالص بتاعه الكبده. تمام كده تمام. هننزل هنا بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها تتسلق نص سلقه بس مش اكتر، وارجع لكم نكمل الفيديو مع بعض. بس ما تنسونيش بلايك حلو للفيديو وتشرفوني بالاشتراك في القناه. كل حبايبي واخواتي قبل ما اقول لكم اي حاجه يلا بينا نصلي على حضره النبي عليه افضل الصلاه واتم السلام. كل اللي انا عملته هنا ان انا سلقت الكبده، بعد ما اتسلقت بشويه شلت الكبده وخليت القوانص عشان بتاخد وقت مني. لو انت عايزه تعمليها دي في حله ودي في حله مفيش اي مشكله، عايزه تعملي زي ما انا عملت وسلقت الكبده الاول وحطيت الكبده والقوانص مع بعض وبعدين شلت الكبده واستنيت شويه على القوانص مفيش اي مشكله. بس حبيت اقول لك المعلومه دي. تمام كده تمام. عندي هنا الحاجات اللي انا هشتغل فيها. هنعمل كده، شغل البوتاجاز الاول، حطي اي ماده دهنيه انت حباها. هنزل هنا بالبصل. عندي هنا التتبيله عايزه اقول لكم عليها بتاعه البطاطس اللي انا هعملها، بطاطس بيبي كده صغننه حلوه. تعالوا نقولها مع بعض. بصوا التتبيله دي فيها معلقتين صلصه، ربع معلقه من الزيت، بابريكا، توابل، شويه صغننين خالص كده من دبس الرمان، وليمون بيديني مزازه حلوه جدا جدا. وقلبتهم كده ببعض بالشكل ده وهحطهم على البطاطس. شايفين ادي البطاطس معايا. كل اللي انا هعمله ان انا هنزلهم كده على البطاطس وهقلبهم كويس كده واخليهم يتشربوا من التتبيله شويه لغايه ما احضر الحاجات اللي انا هعملها للكبده ونرجع نقليهم مع بعض. تمام كده تمام. جربوا الطريقه دي روعه ويبقى طعمها حلو وسهل كده وبسيط، مش محتاج لا تحمير كتير ولا اي حاجه، تشرب من التتبيله وبيديني طعم حلو. نرجع بقى للبصله هنشوحها لغايه ما تتدبل معانا شويه ونكمل مع بعض الفيديو. حبايبي البصله اتدبلت معايا وبقت تمام. هنزل هنا كده بالثومه تطلع بس ريحتها معايا، احط الفلفل على طول. هنا بالفلفل اللي هو مش حامي قوي زي ما قلت لكم. هنزل كمان هنا بالفلفل الاخضر. جربوا الطريقه هتعجبكم كتير. يلا بقى ما تنسونيش بلايك للفيديو وشرفوني دايما بالاشتراك في القناه وتفعلوا له بقى الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. حبايبي واخواتي الغاليين على قلبي، الفلفل ما يتدبل معايا شويه هنزل هنا بالبطاطس اللي انا تبلتها معايا، تاخد تشويحه كده في الزيت، زيت خفيف خالص يعني. يا حبايبي خلاص كده الفلفل اتدبل معايا بالشكل ده.
هنزل عليه بعصير الطماطم، وكمان هنا عصرة ليمون، معانا نص ليمونه كمان للاخر، وعندي هنا التوابل. بس كده هسيبهم يتسبكوا شويه، نرجع نكمل مع بعض. كل حبايب قلبي خلاص كده الحاجات بتاعتي كلها اتسبكت بالشكل ده. فاضل خطوه واحده بس، ان انا هنزل هنا بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ الريحه رهيبه رهيبه، فيها صوص كده حلو. تعملي كمان جنبه شويه مكرونه او تغمسي بالعيش، هيبقى حكايه. بس تاخد معانا غلوه واحده بس هنا، مش اكتر من كده. يلا نشوف بقى البطاطس. البطاطس تحفه، جربوا الطريقه دي هتعجبكم كتير. بصوا شايفين الجمال؟ الريحه رهيبه رهيبه. طبعا انا عندي كميه تاني هعملها في باقي الزيت ده، هي مش بتاخد زيت كتير. شايفين لونها؟ والريحه كمان روعه. اخلص كل الحاجات دي ويلا نغرب بقى مع بعض. وبكده كل حبايبي وصلت لنهاية الفيديو. خلصنا الكبدة بتاعتنا بالشكل الجميل ده، وشوية البطاطس الروعة اللي احنا عملناهم مع بعض. يلا بقى نقدم الكبدة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا رأيكم في الفيديو. لو عجبكم الفيديو، عجبكم الطريقة السهلة البسيطة الحلوة دي، متنسونيش في لايك حلو للفيديو، اشتراك في القناة، وفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا شوفوا الجمال بتاع البطاطس. شايفين؟ جربوها بطريقتي هتعجبكم كتير. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.